السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين جميعا. معلش الفيديو ده نزل متأخر، متصور عندي بقاله فترة من قبل المدرسة، بس كنت ناسية انزله ونزلت فيديو تاني اتلخبطت فيه يعني. كل سنة وانتم طيبين جميعا، ينعاد علينا وعليكم بالخير. عايزة اقولكم احنا خلصنا علبتين حلاوة، دي تالت علبة ما شاء الله يعني. دي اختي جابتها لي من المحلة وهي جاية، جابتها لي من الصعيدي عشان عارفة ان انا بحب حاجة الصعيدي. كنا جبنا من العبد وخلصت، وناس جابت لنا من حلواني تاني يعني برضو خلصت، فما شاء الله يعني. جبنا طبعا، احنا بنحب اصناف معينة، مش كل حاجة بنحبها، فاحنا بنجيب بقى السمسمية والحمصية والفولية. طبعا ثابت معانا، كان في ملبن وفي قشطة، فهو ده اللي باقي منه بقى معلش. انا عايزه اقول لكم شويه افكار حلوه ان شاء الله تستفيدوا منها النهارده، وهقول لك على وصفه حلوه جدا جدا تديها لاولادك الصبح قبل ما ينزلوا المدرسه، تقوي مناعتهم وتفيدهم جدا وتخلي عندهم قوه ونشاط. حلوه جدا جدا، كملي معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي. طبعا مكرونه لمتنا قلت لكم ان انا بعشقها، ما بقتش بجيب الملكه خالص. لمتنا احلى بكتير، كواليتي الملكه ما بقتش زي الاول تماما. وانا جايبها من السوبر ماركت كده، فت على الخضري جنبي، جبت شويه فاكهه، جبت عنب وجبت موز وجبت مانجا. عايزه اقول لكم انا لازم افرط العنب كويس جدا جدا من العناقيد، واغسله قد 100 مره كده بقى، وبحطه في التلاجة بقى ايه، يكون جاهز وبارد، اللي عاوز ياكله يلاقيه جاهز على طول. اشتريت بقى شويه موز كده، عايزه اعمل بيه وصفه حلوه ان شاء الله، هبقى اعملها معاكم. طبعا جبت من ركن البقوليات بقى فاصوليا بيضه وعدس، ده طبعا اساسي معانا. كنت ناويه اطبخ فاصوليا بيضه النهارده، بس مش عارفة والله هعملها ولا لا. اللانش بوكس بقى اشترينا فينو وجبنة. انا بدخلش اللانشون بيتي يا جماعة، انا بعمل لانشون في البيت. ان شاء الله هبقى اصوره وانزل لكم طريقته، وهي طريقة النشا من غير جيلاتين ولا اي حاجة. هنزل لكم طريقته، وكان زي الفل معايا. ان شاء الله اصوره لكم وانزله لكم. بالنسبة بقى للوصفة اللي بتقوي مناعة اطفالنا وتديهم تدي لولادك منها الصبح وهم رايحين المدرسة على ريق النوم، هتعملي ايه؟ هتجيبي كوباية مية من الفلتر او كوباية مية معدنية، يا اما من الفلتر يا اما ميه معدنيه، خاصه ان الميه عليها قلق جامد اليومين دول. وميه مش ساقعه، ميه عاديه مش ساقعه. هتجيبي بقى يا اما عسل ابيض بيور، يا اما عسل اسود، اي حاجه من الاتنين دول متوفره عندك. انا المره دي ما كانش عندي عسل ابيض، كان خلص، فهستخدم عسل اسود اللي هو النوع ده حلو، ده مش اعلان اقسم بالله. انا على طول معتمده منتجات البوادي عندي في الحلاوه وفي الطحينه وفي العسل الاسود. هي بصراحة أنا بحبها ومعتمدة عليها على طول، معتمدها في الحلاوة الطحينية وفي الطحينة وفي العسل. أحسن حاجة هتجيبي يا ستي كوباية المية المفلترة، وتحطي عليها قد معلقة كبيرة عسل، وتروحي نازلة عليها بعصرة ليمونة، وتقلبيها وتدي منها ولادك الصبح قبل ما ينزلوا المدرسة. طبعا احنا في فترة تغيير الفصول، والأولاد بتكح والأولاد واخدين برد، دي حلوة جدا جدا للمناعة وتقوية مناعتهم، تخليهم ما ياخدوش برد بسرعة، ما يتعدوش بسرعة من اي حد، خاصة المدارس طبعا فيها كثافة عالية. كملي بقى الكوباية كده بعد ما تقلبي براحتك، واديها لابنك او بنتك وهو نازلين المدرسة، هتخلي عندهم قوة ونشاط، وهتقوي مناعتهم. ومنعي اللحوم المصنعة من عندك نهائي ان شاء الله. انا عملت طريقة لانشون ناجحة جدا، بس ما صورتهاش. تاني حاجة بقى لتقوية المناعة لولادك الصبح وهم نازلين، هتأكليهم زبادي بلدي. زبادي بلدي اللي هو غني بالخمائر الطبيعية، اللي هي البروبيوتيك. ده افيد زبادي. زبادي الشركات سيبك منه نهائي، انا ما كنتش بدخله بيتي زبادي الشركات، لانه طبعا بيبقى فيه مواد حافظة، انما ده طبيعي، مدة صلاحيته 3 ايام بس. ده طبيعي وغني بالخمائر الطبيعية، علشان جهاز اولادنا الهضمي يشتغل بصحة كويسة. لو منعتي اللحوم المصنعة، كل اللحوم المصنعة، السوسيس واللانشون وكل الكلام ده، واعتمدتي لولادك في غذائهم وفي اكلهم وفي شربهم على حاجات طبيعية وحاجات مفيدة، هتبقى صحتهم حلوة، ومش هنشتكي كل الشكاوي اللي بنشتكيها دي من اولادنا، ومن ضعف مناعتهم وضعف صحتهم عشان نظامهم الغذائي مش كويس. الزبادي البلدي احسن حاجة وافضل حاجة تديها لولادك الصبح هما نازلين المدرسة، بدون اي حاجة. عايزة تحطي حاجة، حطي نص معلقة صغيرة عسل ابيض بس، ما تنسيش تدعيلي.